احنا شعب ما بنعملش بالدين. حفظك للقرآن بدون انك تعمل بيه، دي مصيبة. يعني انا اعرف ناس كتيرة جدا حافظة للقرآن وتحفظ ولادها قرآن ويروحوا المقرأة ويروحوا وييجوا والكلام ده كله، ولكن حافظين وليس فاهمين، بيحفظوا ومش بيطبقوا. فبالتالي لما يجوا بقى الناس دي تتعامل معاهم، تشوف البدع. والله بجد، والله انا اعرف ناس زريبة الصلاة دي يعني في قورتهم كده نسر، اقسم بالله العظيم ولا بيعملوا بيه. يصلوا ويصوموا ويتعبدوا ويتكلموا بالدين، ولكن ما بيعملوش بالدين. للاسف احنا شعب ما بنعملش بالدين. تلاقي الراجل بيروح يصلي ويصوم والكلام ده كله، يا والله الراجل ده تحس ان هو هتقول ايه، الراجل ده تقول له تك كده يخش الجنه على طول، يعني هو خلاص يضمن الجنه. لكن شوف اعماله خالص خالص. الدين المعامله، الدين المعامله، والدين اخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، بعثت لتمم مكارم الاخلاق. فربنا يعني يكون في عوننا. اقسم بالله احنا عايشين في مجتمع مريض، والله مريض. فهد الطهطاوي قال جمله كده، قال لك ايه لما راح اوروبا؟ قال لك وجدت ايه بقى؟ وجدت اسلام بلا مسلمين. وجدت اسلام بلا مسلمين. وهنا في مصر وجدت مسلمين بلا اسلام. فربنا يعني يكون في عوننا.